عاجل جدا. في خبر مؤسف، أكدت مصادر متطابقة صباح اليوم العثور على جثة أحد الجنديين الأمريكيين اللذين فقدا بمنطقة كاب درعا شمال طنطان، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط مكثفة قادتها القوات المسلحة الملكية بتنسيق مع فرق الغطس والإنقاذ والوحدات العسكرية المختصة. وقد سخرت السلطات المغربية إمكانيات بشرية ولوجستية كبيرة منذ الساعات الأولى لاختفاء الجنديين، شملت مروحيات عسكرية وقوارب متخصصة ووسائل متطورة لتمشيط المجال البحري، في محاولة للوصول إلى المفقودين بأسرع وقت ممكن. وفي السياق ذاته، لا تزال عمليات البحث متواصلة بوتيرة مرتفعة للعثور على الجندي الأمريكي الثاني، وسط تعبئة ميدانية واسعة واستعمال تقنيات حديثة للإنقاذ والرصد البحري. ويأتي هذا الحادث خلال مشاركة الجنديين ضمن أنشطة ومناورات الأسد الأفريقي 2026، وهي التدريبات العسكرية المشتركة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة. هذا ولم تصدر إلى حدود الساعة تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى فقدان الجنديين. كنتم مع موجز الأخبار